في كل مرة هقول لكم ان وجبتنا اقتصادية. النهاردة كمان وجبتنا اقتصادية بامتياز. انسي بقى اكل المطاعم واكل بره، واعملي النهاردة وجبة كبيرة جدا لأسرتك بالكامل، وممكن كمان تكفيكي كام يوم. بنص كيلو من الفراخ ونص كيلو من الدقيق، حاجة كده زي ما انت شايفة، اللهم بارك، في منتهى الجمال والعظمة. يعني انا مش قادرة اقولك قد ايه الطعم كان جميل، وقد ايه الموضوع يعني مش مرهق، مش هياخد منك وقت ان شاء الله، ولكن النتيجة بتاعته خيالية. وهتعرفي بقى قد ايه احنا كان مضحوك علينا من اكل بره، والغدوات والعشوات اللي احنا بنجيبها من بره دي، وبتكلفنا فلوس كتير على الفاضي. كمان هتعملي الحاجة بنظافة في البيت، يستحيل حد بره يعملها لك. الأول مرة يشوفني، أنا سمية من مطبخ مصر. يشرفني جدا انضمامكم واشتراككم في القناة، وياريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك. وبعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الفيديو. هجيب بطاطساية وزنها نص كيلو تقريبا، هوزنها كده لو عندي ميزان، او بالتقدير كده حبة بطاطس واحدة وزنها نص كيلو. هحط عليها شوية ملح ابيض وشوية كمون، وهحطها على النار. البطاطس دي انا عايزاها تتسلق سلق كويس جدا، وبعد ما تتسلق بقى هنصفيها ونبدأ نهرسها كده، ومش هنحط عليها اي اضافات تانية، ولكن لازم نصفيها كويس من المية. على قد ما هتكون ناشفة على قد ما الوصفة هتكون ناجحة معاكي. انا عايزة كل التركات اللي يعني ناخد بالنا منها النهاردة هتفرق معانا جدا جدا في الوصفة. تمام كده، يعني بعد ما سلقناها هرسناها، وعايزين نهرسها هرس كويس، وطبعا تتهرس وهي سخنة، ده بيفرق جدا. بعد كده انا عندي الفراخ دي كيلو من الفراخ، انا هبدأ افرمه، وهنستعمل نصه في الوصفة دي، والنص التاني ان شاء الله هعمله كفتة، وهنزله هو كمان في فيديو منفصل. مش حابة ان انا اطول عليكم في الفيديو، وكمان احنا بنختصر ان احنا بنعمل حاجة من نص كيلو واحد. هنفرمها كده بقى فرم كويس في الكبة او في المكنة دي او في اي حاجة عندك. بعد كده بقى هتجيبي برضو الكبة او الكيتشن بتاعك او زي ما بتستعملي، وتبدأي تحط الفراخ كمان مرة، وتنعمي الفراخ كده كويس لوحدها بدون اي اضافات. بعد كده بقى هنبدأ نحط الاضافات بتاعتنا. طبعا البرجر مش هنحط له يعني بصل، هنبدأ نحط البطاطس. النص كيلو فراخ هنحط له نص كيلو بطاطس، وهنحط بيضة او اتنين، ممكن بيضة وممكن اتنين على حسب ما انت حابة. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نحط تشكيلة البهارات بتاعتنا. عندي بهارات برجر، عندي توم بودر، عندي بصل بودر، عندي ملح، عندي فلفل، عندي بهارات فراخ. تمام. كل طبعا الحاجات دي انا هكتبها لكم في صندوق الوصف علشان ترجعوا لها. صندوق الوصف ده اسفل الفيديو، عندي كلمة المزيد هتضغطي عليه، هيطلع لك كل المكونات والحاجات اللي احنا حاطينها، عشان لو انا سقط مني حاجة هتلاقوها ان شاء الله. طبعا بحط كمان نص معلقة بيكنج باودر مع الوصفة بتاعتنا دي. وعندي المرقة الفورية، احط معلقة مرقة فورية او معلقة فيجيتار، وكمان لو عندك معلقة لبن بودر او معلقة نشا، او تحطي الاتنين. تمام كده. بعد كده هتبدأي بقى ان انت تحطي ايه؟ البقسماط. هنحط مثلا 4 معالق كبار من البقسماط، وهنبدأ نضرب كل الكلام ده تاني، وهنشوف القوام معانا هيعمل ازاي. عندك بابريكا او عايزة تحطي شطة، دي حاجة بقى ترجع لك على حسب رغبتك. تبدأي بقى تضربي كل الكلام ده كده تاني كويس. على فكرة كل ما الوصفة اتضربت كويس كل ما كانت النتيجة بتاعتها افضل، وكان البرجر بتاعنا تحس ان هو كل حاجة مندمجة فيه، واخد طعم واخد قوام حلو قوي هيريحك وانتي بتشكلي. تمام كده، ده شكل العجينة بتاعتنا النهائي. انا دايما في المرحلة دي كده باخد حتة صغيرة من العجينة واجربها، يعني اعمل قرص مثلا او اعمله زي صباع كفتة كده، واشوف الملح بتاعنا عشان نظبط كل حاجة. طلع كل حاجة معايا مظبوطة، حطيتها في علبة وسويت شكلها كده، وهدخلها التلاجة معايا بقى ترتاح على ما ابدأ اعمل العيش كمان. لو انت هتشتري العيش مفيش مانع، انما انا هعمله في البيت طبعا لاني ما بشتريش اي حاجة من بره. هحط كوباية ونص من المية على اللبن، ميكس او زي ما تحبي، خليتيها لبن خليتيها مية، قسمتي زي ما تحبي. معلقة خميرة، معلقتين سمسم، والسمسم ده اختياري. معلقتين سكر. طبعا انا عامله العيش في كام فيديو قبل كده، ولكن النهارده انا هعمله برضو على السريع. ودي ربع كوبايه من الزيت.
يبقى كده حطينا سكر، حطينا زيت، حطينا خميرة، حطينا سمسم، وهنحط كمان معلقتين من الخل الابيض. الخل ده هيشتغل كأني بالظبط كده حاطه محسن خبز. قلبتهم كده كويس جدا، اللبن والميه كانوا دافيين. هبدأ احط نص كيلو من الدقيق، وهبدأ ان انا اشغل العجان على سرعة الاول كده بطيئة، وبعد كده نبدأ نعلي السرعة بتاعتنا. طبعا ممكن لو امتصاص الدقيق طبعا بيختلف من نوع للتاني. لو انت حسيتي ان العجينة معاكي يعني شوية طرية، بتضيفي معلقتين كده من الدقيق. فتقريبا العجينة فعلا كانت طرية معايا، لان انا حطيت كوباية ونص، فهبدأ ان انا ازود شوية دقيق. لو انت حابة من الاول كده تحطي كوباية وربع على ما تشوفي الدنيا ماشية معاكي ازاي، او لو حسيتيها طرية ترجعي تضيفي شوية من الدقيق زي ما يريحك. خلصنا كده، العجينة لمت معانا وبقت تمام. هتبدأي تحطيها في طبق وتسيبيها كده لما تخمر. طبعا عجينة البرجر موجودة في التلاجة هي كمان. هتبدأي بقى تطلعي العجينة كده. انا هعمل النهاردة كايزر، وهعمل كمان فينو. هعمل لاني يعني هعمل سندوتشات كفتة، وهعمل سندوتشات برجر. هتبدأي بقى تقطعي العجينة كده، تفضيها من الطبق على المفرش، ومش هنحط اي حاجة خالص على المفرش، وهتبدأي تكوريها. يعني تقريبا كده الوزن بتاعها حوالي 55 جرام. بتاع الكايزر 55 جرام. انا مش عايزة كايزر كبير، على اساس ان انا مش هعمل برضو البرجر حجمه كبير، يكون سهل في الاكل وكده. وهعمل كمان 6 ارغفة من الفينو. الفينو وزنه 70 جرام. تمام كده. هنبدأ بقى ان بعد ما نريح العجينة ونغطيها حوالي 5 دقايق عشان تبقى سهلة معانا في الفرد، هنجيب الكايزر يدوب بس كده نفردها فرد بسيطة، ونسيبها برضو يعني لازم تكون سميكة علشان لما ينتفخ معانا في الفرن. خلصناه، طلع ما شاء الله معانا 15 رغيف من الكايزر زي ما احنا شايفينهم كده. هنحطهم بقى على جنب لما العجينة بتاعتنا تختمر والحجم بتاعها يزيد. هنبدأ نعمل في الفينو. هنفرد كده الرغيف معانا، نديله شكل مستطيل، وبعد كده نبدأ نلمه بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. نقفل عليه كويس جدا جدا من الجنوب ومن الطروف. تمام. وبعدين نبدأ نرله كده على المفرش، يبقى بالشكل ده. نبدأ بقى في واحد تاني. هما 6 بس من الفينو و15 من الكايزر. ما شاء الله تبارك الله، 21 رغيف. شايفين احنا بنلفه ازاي؟ لازم الضغطة اللي احنا بنعملها دي عشان القلب ما يبقاش فيه فراغ من جوه. احنا عايزين العيش كده يبقى ما شاء الله كله من جوه كده عجين منتفخ، يبقى كده حاجة في منتهى الجمال. فردناه، وبعدين نبدأ نلمه كده ونضغط. كل ما نرلها مرة نلفها مرة نضغط عليها ونلمها ونقفلها بالشكل الجميل ده. وبعدين نرلها كده ونحطها صينية طبعا مدهونة بدهنة خفيفة كده من الزيت، ونبدأ نحط فيها العيش. طبعا لازم العيش الكايزر او الفينو الحجم بتاعه متضاعف معايا. بعد كده بقى هجيب بيضة كاملة، وهحط عليها معلقة من الخل، وهبدأ ان انا يعني ادهن بيها وش العيش بتاعي. طبعا ممكن تدهني لبن حليب، ممكن تدهني لبن وتضيفي عليه شوية كده من النسكافيه او قهوة سريعة الذوبان زي ما انت حابة. انا طبعا مش حابة الكايزر يبقى كبير قوي علشان يكون سهل كده في القطمة بتاعته، وسهل في البرجر عن الكبير بصراحة. وهعمل البرجر كمان على قده كده عشان يبقى شكله حلو في الاكل وفي التاني. بعد ما دهناها كده دهنة كويسة، هنبدأ نرش عليه سمسم. طبعا السمسم اختياري، سواء اللي حطيناه في اول العجين او اللي هنحطه دلوقتي. طبعا برضو انا هسيب لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها، لان سهو مني كده ساعات بيحصل ان انا ممكن انسى حاجة. فياريت تلتمسوا العذر وندور على صندوق الوصف دايما بعد ما نشوف الوصفة، لان في تريكات في الوصفة، مش مجرد ان انت تقرا المكونات يبقى عملتيها او تطلع معاكي صح. بعد كده هبدأ ادهن العيش الفينو برضو. احنا بدأنا بالكايزر عشان احنا عملناه في الاول. تمام كده. ونبدأ كمان نحط شوية من السمسم على الفينو. هما كده اصلا ما شاء الله يعني يدوب نولع الفرن على 200 درجة. وشايفين كده انا دايما حاطة الشبكة في اسفل الفرن، في اول رف في الفرن،
وعلى 200 درجة، وبشغل من تحت بس هشغل الشواية في حالة ان انا حاسة ان هو لسه محتاج شوية كده حمار، وبشغل المروحة لغاية ما طلع معايا باللون الحلو العظمة اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبدأ ادخل صينية الفينو. طبعا اللي بيطلع معايا عندي بخاخ مية كده، اول خروجه من الفرن لازم ابخه كويس جدا ببخاخ المية وبعدين بغطيه كده. دلوقتي انا ببخه كده زي ما انتوا شايفين البخار طالع منه، سواء من العيش او من الكايزر. وهعمل كده كمان في العيش اهو. وبعدين هجيب قماشة وهغطي بيها، قماشة العجين دايما عندك او فوطة تبقى مخصصة للعجين، تغطيه شوية كده يرتاح بقى ويهدى ويطرى. شايفين الجمال؟ حاجة ما شاء الله تبارك الله. دول ما يكملش 600 جرام من الدقيق، لان احنا كنا زودنا شوية على نص كيلو. شايفين ما شاء الله قد ايه طري، قد ايه القرص طرية، قد ايه العيش طري، حاجة كده في منتهى الجمال. والله شكله يفتح النفس. بعد كده بقى هنبدأ نعمل البرجر. هنجيب حوالي كوباية كده من البقسماط، هنحط عليها معلقتين من الفيجيتار الناعم، وبعدين كمان هجيب الكريسبي من عند العطار وهبدأ اضيفه. انا بديله فرمة صغيرة كده في الكبة، لان ما بحبش يبقى خشن قوي عشان القرمشة بتاعته تبقى حلوة، وفي نفس الوقت لو حطيتيه على حاله كده بيبقى يعني القرمشة بتاعته زايدة وبيبقى ناشف في الاكل، فتديله فرمة كده بسيطة. وعندي هنا كمان البيض، هحط عليه شوية لبن. طبعا ممكن تحطي بيضتين وتحطي لبن، لان انا تقريبا كده هرجع اعمل كمان بيضة بشوية لبن، لان مش هيكملوا كمية البرجر اللي عندنا. عايزة بقى تشكلي البرجر على ايدك، عايزة تحطيه في غطا برطمان او غطا حاجة. انا عندي المكبس بتاع البرجر بس بيعمل الحجم الكبير، وانا النهاردة مش عايزة الحجم الكبير. فانا هجيب الغطا كده واحط فيه كيس، وزي ما انتوا شايفين افردها واطلعها. تطلع من هنا على طول على السريع، ما عنديش وقت النهارده ان انا احط في الفريزر الاول يشد شويه وبعدين اطلعه من يعني تاني اكمله. فانا هشتغل فيها على طول. يطلع من هنا كده يتحط في الخلطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي. طبعا مش هنحط فيها ملح، ولكن المرقه الفوريه او الفيجيتار بيكون فيه ملح وبهاراته. والبيض مش هنحط فيه، يدوب هو البيض واللبن، ونحط فيه معلقة صغيرة كده من الخل. نبدأ بقى نحط من هنا لهنا. حابة تزودي كمية الكفر بتاعه، ممكن تحطيه في دقيق الأول وبعدين تحطيه في البيض وبعدين ترجعي تاني تحطيه في الكفر اللي احنا عاملينه. عندي بقى زيت يكون غزير كده زي ما احنا شايفين، مش قليل، يكون مغطيه. وتبدأي بقى الزيت يكون سخن يعني لدرجة عالية، وبعد كده نهدي النار شوية علشان يستوي من جوه ومن بره، ما يبقاش بس واخد لون وخلاص. مش هنقلبه كده لما يبدأ اللون بتاعه يتغير وياخد اللون الوردي او الاحمر الهادي ده. زي ما احنا شايفين كده حاجة في منتهى الجمال. طبعا احنا حاطين يعني معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتخليه كده ما شاء الله يبقى قلبه هش من جوه ومفتح معاكي، مش حاجة مكتومة. طعم البطاطس اصلا كمان مش باين فيه تماما، تحسي ان انتي بتاكلي فراخ بس. زي ما احنا شايفين كده نبدأ نحط الدور التاني. انا طبعا عملت كفتة كمان، ولكن الكفتة هنزلها لكم في فيديو تاني، على اساس ان احنا ما نكترش على نفسنا قوي، ويبقى كل حاجة مع نفسها كده سهلة وبسيطة. طبعا شايفين الكمية ما شاء الله تبارك الله اللي احنا عملناها. يعني نص كيلو فراخ ده او نص كيلو من البانيه لو جبتيه وفرمتيه طبعا ما يأكلش اي حد ولا يعمل اي حاجة، هم كام شريحة بالعدد. شوفي احنا عملنا منها كمية قد ايه النهاردة. هي بالظبط كده طلعت معايا 24 قطعة من البرجر. وكمان انا كنت عاملة يعني تقريبا 21 رغيف. فالموضوع ما شاء الله موفر جدا جدا. وشوفي بقى لو انتي عندك حد هتعمليها لبيتك، اعتقد لو انتي الاسرة صغيرة هتاكلوا منها كام يوم. طبعا البرجر ده انتي هتحطيه في الفريزر، لو هتخزنيه هتحطيه الاول كده في حاجة في الفريزر لما يتجمد، وبعد كده تبدأي بقى تحطيه وترصيه وتحطي ما بينه اكياس من بتاعة التلاجة، او تجيبي المناديل اللي بتيجي من عند بتوع البلاستيك، الكياس المناديل المفتوحة الجاهزة دي برضو، وتبدأي تقصي او تحطيها سليمة وتعمليه طبقات وتعنيه في الفريزر لوقت الاستخدام. ده بقى بعد ما خلصت عملت ما شاء الله بالكاتشب بقى وصوص الجبنة والمايونيز والكلام ده، وما حطيتش فيه الخضرة ولا طماطم ولا كلام من ده.
لاني كنت هخرج وحسيت ان انا لو حطيت الكلام ده ممكن يعجن مني في الطريق، فخليته في علبة كده لوحده. فلذلك انتي بقى لو بتعملي بألف هنا وعافية هتبدأي بقى ان انت تحطي كل حاجة، يعني هتقطعي بقى الطماطم، هتقطعي فلفل، هتحطي خس، كل الكلام ده هتحطيه في السندوتشات من بدري. هيبقى طعمها طبعا ولا اروع. يعني كل ده بقى يعني بتروحي تاكليه في المطعم. عايزه تشيكن برجر، شوفي بتدفعي مبلغ قد ايه. النهارده هنعمله باسهل من السهوله. اتمنى ان شاء الله ان كده الفيديو يكون عجبكم وتكوني حتى استفدتي منه ولو معلومه واحده بس بسيطه. شايفين شكل العيش؟ اللهم بارك، حاجه تفرح بصراحه. وانا ضد اي حد يقول ادوا العيش لخبازه، لان احنا ممكن كلنا كستات بيوت نبقى خبازه. وكمان انا ما بشتريش اي مصنعات من بره. اعمل البرجر، اعمل الكفته، وبعملها بالنظافه والطعم افضل من بره كتير جدا جدا. انتوا كملتوا معايا الفيديو للاخر. اتمنى قبل ما تخرجوا كده تدعمونا وتدولنا لايك وتدولنا كومنت حلو كده زيكم. وبشكركم، واي حد يحتاج اي وصفه يا ريت يكتب لي في الكومنتات. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.